طبعا كلنا عارفين ان يوم السبت القادم اللي هيوافق 22 فبراير هتكون مباراة الاهلي والزمالك في الجولة رقم 15 من الدوري المصري. وطبعا كلنا عارفين ان هيبقى فيه تحكيم اجنبي بناء على كلام اتحاد الكورة. طيب، حابب اعرف حضراتكم ان لحد امبارح كان الاتجاه رايح ان المباراة ديت هتقام على تحكيم مصري، ولكن الخبير التحكيمي الكولومبي مستر اوسكار لويز قال ما ينفعش، لان التحكيم المصري هيكون في ضغوط عليه في المباراة ديت، خصوصا بعد ما شاف الاداء التحكيمي الجميل اللي شفناه في الاسبوع رقم 14، سواء في مباراة الاهلي والاسماعيلي او مباراة الزمالك وبتروجيت. وبالتالي قال لازم تحكيم اجنبي. طبعا قالوا له مفيش وقت ومش هنلحق نخاطب الاتحادات الاوروبيه ومش هيلحقوا يدبروا لنا تحكيم. قال لهم لو الاتحادات الاوروبيه ما عرفتش تدبر لكم تحكيم، انا هجيب لكم حكم كولومبي او حكم من امريكا الجنوبيه عشان يقود اللقاء، ولكن مفيش حكم مصري